السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا احنا هنعمل مع بعض صينيه بطاطس، بس هعملها بطريقه مختلفه شويه. بصوا يا جماعه، احنا بقى زهقنا من الحاجات النايفه. بصوا انا الطريقه دي حطيت ورقتين لورا وبصلتين حلوين وسط، وذره ملح وزيت ومعلقه سمنه. تمام. خدت التشويحه الجميله دي، ننزل بقى بالبطاطس هتتشوح تاني معاها اهو. بطاطس انا مش مقطعاها كتير. دي الصينيه اللي انا هعمل فيها البطاطس يا جماعه. تمام. الصينيه بقى الاول انا بس هوريكم الطريقه دي، وبعد كده انا بسويها. يعتبر بسويها هنا 3/4 سوا، والربع الاخير بدخله الفرن. تمام. هنعمل كده بقى مع بعض. زي بقى تقريبا كده بقى نحط بقى تتشوح بقى تستوي كده مع بعضيها قبل ما انزل بالطماطم. تمام. حلوه التشويحه دي. مره نعملها كده ني، مره تعملها كده متشوحه. تمام. لسه الساعه دلوقتي 5:30، انا صايمه. والمغرب كده جدا 6:15 او 6 وكده، يعني قدامي وقت لسه ان شاء الله. لسه اهو التوابل بقى يا جماعه. انا حطيت ملح، فلفل، بهارات، شويه كمون صغيرين، وحطيت شويه بابريكا ومكعب مرق. طبعا انا حاطه ملح في الاول، فانا مش هحط ملح تاني. خلاص هو كفايه كده مكعب المرق وخلاص. مش هحط بقى حاجه تاني ولا اي ماده دهنيه تاني. خلاص كده وتستوي بقى، هي بقى تتشوح، وبعد كده تستوي مع الطماطم. وبعد كده بنزل بيها على الصينيه وادخلها الفرن تاخد تكمل سوا. بصوا بقى عندي هنا ده قرن فلفل، لا دي ورقتين لورا دول هخليهم للرز، وقرن فلفل رومي وفص ثوم كبير، وانا ضاربه برده ثوم مع الطماطم. الطماطم عندي اهي اهي. بصوا كده يا جماعه، انا ضاربه طماطم اهي. هقطع بس الفلفل والثوم عشان احطهم ياخدوا تشويحه معايا. بصوا يا جماعه التشويحه الجميله، حطينا اهو قرن بتاعت الفلفلايه الرومي وفص الثوم الكبير ده، يدي برده حلو قوي معانا. مش قادره اقول لكم بقى الطريقه دي بتبقى عامله ازاي. بصي انت بتشوحيها كده بكانك عملتيها نص مقليه كده، قليتيها نص قلوه. تمام. هرجع بقى تنزلي عليها بقى الطماطم وتغطيها وتسيبيها تستوي، بعد كده ندخلها الفرن. هجيب بقى كده الطماطم معايا اهو. عشان الوقت، انا لو مش الوقت كنت قعدتها كان اكتر من كده، بس هو كده حلو قوي برده اهو. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هتستوي بقى، اغطي عليها بقى واسيبها تستوي خالص زي ما قلت لكم 3/4 سوا. بعد كده هحطها في الصينيه هنا وندخلها الفرن. بصوا يا جماعه صينيه البطاطس بتاعتنا، شايفين الجمال والحلاوه بعد لما طلعت من الفرن؟ بصوا قد ايه مستويه وجميله. هوريكم. بصوا يعني غرست البتاع دايبه ومستويه ومش محتاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله، صينيه بطاطس يعني زي ما بيقولوا فاخر من الاخر. ده كان فطاري النهارده، اول يوم ليا صيام. اكتبوا لي بقى في الكومنتات، قولوا لي ايه رايكم، وقولوا لي هتاكلوا ايه بكره عشان نعمله مع بعض. ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رز بشعريه اهو جنبها اهو، وسلطه. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم في التشويحه والطريقه دي، مين فيكم بيعملها بالطريقه دي؟